مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بوصفة جديد. اليوم رجعت لكم بوصفة أكلة حلو سهلة كتير كتير. أنا عملتها قبل بمرة عندي على الصفحة بس من زمان، واليوم حبيت أعيدها. أولادي بيحبوها كتير لهي الأكلة، بيطلبوها مني دايما. سهلة وسريعة وبحس عن جد إنه هيك بتأنقذ لما يكون الأولاد بدهم ياكلوا شي حلو، فبسرعة بعمل لهم إياها وبينبسطوا فيها كتير. تعالوا نحضر أطيب كريب بالبيت. هاي الطريقة اللي أنا بعملها من دون بيض، كتير سهلة وكتير طيبة وكتير كتير سريعة. بالبداية لحضر عجينة الكريب، عندي 3 كبايات طحين. بدي زيد نص ملعقة صغيرة فانيليا، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبرش رشة ملح صغيرة. بزيد ملعقتين طعام سكر، وبدي زيد زيت أو زبدة. هلأ أنا زدت في عندي يعني قنينة بقلبها زبدة وزيت مع بعض، فحطيت تقريبا ملعقة طعام من هاي الزبدة والزيت. فيكن تستخدموا بس أكيد زيت نباتي، بس أنا عندي إياها وطعمتها طيبة فقلت بحط منها. هيدي خليط ما بين زبدة وزيت، هيك بتجي سائلة يعني. بخلطهم أول شي، بخلط المكونات كلها هيك مع بعضها. بعدين بدي زيد الحليب. كمية الحليب اللي عندي 2.5 كوب، بنزيدهم تدريجيا. يعني ما تحطوا كمية الحليب كلها، بتصير صعب عليكم انكم تخلطوا ويدوب الطحين. فزيدوا الحليب شوي شوي، هيك بدوب الطحين اسرع، لانه بده يكون الطحين دايب كتير عنا، ما يكون في تكتلات نهائيا. واذا عندكم القوام ما وصل هيك لهيدا الشكل اللي عم بتشوفوه، كان في تكتلات طحين، بتمرقوا الخليط على المصفاي لحتى يصفي مزبوط. بتضلكم تخلطوا لحتى ينعموا. إذا ما نعم معكم بتمرقوه على المصفاي، يعني بتمرقوا الخليط بالمصفاي لحتى يصفي تماما ويصير عنا بهيدا الشكل. هيك مثل ما شفتوا صار عنا خليط الكريب جاهز، يعني عجينة الكريب صارت جاهزة. بدي أحطها على جنب، ما بدها تريح، ما بدها شي دغري ببلش الشغل فيها. هون بس عم بقطع الموز، لأنه أولادي بحبوا النوتيلا مع الموز بالكريب. فيكن انتو تحشوا بأي شي بتحبوه، فريز، بس شوكولا، مربى، يلي انتو بتحبوه، عسل إذا بدكن. احشوا باللي بدكن إياه، يعني هيدا الشي اختياري. هلأ هون بالنسبة لشوي الكريب، بدنا نستعمل طواية تكون ما بتلزق. ضروري تكون طواية عنا تفال وما بتلزق. بحميها كتير كتير منيح. أنا أول شي بحميها على درجة حرارة مرتفعة. بعدين لما بدي بلش صوب الكريب بدي وطي النار عندي على الوسط. مثل ما عم تشوفوا هون عندي النوتيلا وقطعت الموز، وهيدي عجينة الكريب عندي جاهزة. بعد ما حميت الطواية عندي كتير منيح، باخد كفكير من خليط الكريب وبوزعه هيك بهذا الشكل. مهم انه نوزع الكريب مزبوط لحتى ما تضلها سميكة، لانه هي كل ما كانت رقيقة كل ما بتطلع اطيب، يعني كل ما بتتحمص وبتقرمش وبتطلع طعمتها اطيب واطيب. ما تسمكوها، اعملوها رقيقة. وبتاخد معكم تقريبا دقيقة. أول وجه بده ياخد دقيقة، ولما نرجع بنبرمها بتاخد أقل من الدقيقة. وهلأ دايما أول وحدة هلأ بتشوفوا كيف بتطلع. أول وحدة دايما ما بتزبط مثل الباقيين، بتطلع أكيد منيحة وطيبة وكل شيء، بس تاني وحدة والباقيين بكونوا أزبط من أول وحدة بكتير. يعني بتكون بعدها المقلاية أو الطواي بتكون بعدها ما حميت مزبوط. فدايما أول وحدة بتطلع شوي غير عن الباقيين. انا هاي الاكل بتنقذني دايما، يعني لما اولادي يكون جايبالهم شي حلو وما بدهم كيك وما بدهم اشياء هيك، مثلا بدها شغل كتير، بيقولوا لي بدنا كريب، بقول لهم اجت منكم ما اجت مني. برافو عليكم، اسهل اكله بالعالم هي اكله الكريب. دغري بقوم بحضر لهم اياها، ما بدها شي، ب5 دقايق بتكون خالصه. صدقوني سريعه وطيبه، والولاد كتير كتير بتحبها. مش بس الولاد، نحن كمان الكبار بنحبها، لانه عن جد كتير طيبه. هيك مثل ما شفتوا برمتها، شايفين كيف بعدها لونها شوي فاتح. فهيدي أول وحدة طلعت هيك. هلأ شوفوا التانية كيف لما المقلاية بتحمى عنا أكتر. شوفوا كيف تطلع. هلأ هيك تنوج، ما مشكلة، ما ضروري تاخدوا كتير لون. هيدا اللون اللي بدنا إياه لتنوج. أكتر من هيك بتحترق. فدايما الوجه اللي بيكون هو من برا بيكون محمر، بس من جوا بيكون هيك، يعني ما ضروري إنه كمان تاخد لون كتير وتحمر وتشقر. هاي تاني وحدة صبيتها، شوفوا كيف طلعت ما شاء الله بتجنن. هيدا هو اللون المطلوب. شوفوا ما أحلاها ومقرمشة هيك ومحمصة وطيبة وبتجنن. هيدي الكريب صدقوني مثل كريب المطاعم، نفس طريقة، يعني نفس طعمة الكريب اللي بتجيبوها من المطعم، ما بتختلف نهائيا. مثل ما قلت لكم الوجه التاني هيك ما ضروري يكون كتير كتير محمص، خلص هي مستوية لأنه هي رقيقة. بس تاخد شوي لون وخلص، ما بدنا اياها تحترق كمان. هلا بالنسبة للفواكه مثل ما قلت لكم اختيارية، بتحبوا تحطوا فريز، موز، بلا فواكه نهائيا اللي انتم بتحبوه. انا اولادي بحبوها مع موز ونوتيلا، فعشان هيك بعملها يعني مثل ما هن بحبوها.
بقطعها أكيد وبتتاكل سخنة دغري دغري، يعني بعمل وحدة وحدة وببلش بوزع على الولاد لأنه هي بتتاكل سخنة. وأنا شخصيا دايما بتطلع لي آخر قطعة، لأنه بتعرفوا بتتعمل عيلة، وبعدين أنا باخد آخر شي، يعني آخر قطعة كراب بتطلع من نصيبي، وما باخد فيها موز ولا أي نوع فواكه، بس بحبها بالنوتيلا. فهيدي كانت هيك آخر قطعة عملتها. شوفوا ما شاء الله لحقت صورها، لأنه كانوا عاملين هجوم عليهم الولاد، فهيدي لحقت صورها مزبوط. كتير هيدي الكراب ناجحة، كتير طعمتها طيبة، نفس اللي بنجيبها من المحل. والله صدقوني ما عم بمزح، جربوها وشوفوا كيف معي حق بكل شي عم بقوله، لأنه كتير طيبة ومقرمشة وطعمتها بتجنن وسهلة وما بدها شي، ب5 دقايق خلصت. يعني ما في، إذا بدنا نقول كمان على الشوي ما في، يعني دغري دغري كل وحدة بدها دقيقة، فبتخلص معكم بسرعة كتير. وهي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. بشوفكم بفيديو جديد. باي.